بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أيمن سيد في سيشن جديدة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الليترالز في السي شارب. يعني إيه ليترالز في السي شارب؟ بقول لك إن الليترالز هي الفيكسد values or الهارد coded values given to your variable, and these values cannot be modified during the execution of the program. The fixed values are called literals in C sharp. Literals is a value that is used by the variables. For example الكلام ده يعني أنا لما كنا قبل كده بنشرح في السيشنز اللي قبل كده كنا بنقول إيه انت اكس بتساوي 100 ونحط السيمي كولون بتاعتنا مثلا، أو مثلا نقول إيه بوليان واي تساوي فولس مثلا، أو string name equal بين double quotations أيمن سيد علي. الحاجات دي اللي هي القيم الابتدائية اللي أنا بحطها، يعني كلمة 100 دي القيمة الابتدائية دي معناها عندنا في السي شارب أو في البرمجة بنسميها literals. يعني هي قيمة fixed ثابتة أو hard coded. hard coded يعني إيه؟ يعني مكتوبة في الكود بالإيد، مش جايه، مش انت جاي واخدها من كونسول دوت ريد لاين. لا، انت مش واخدها من كونسول دوت ريد لاين، انت معرف المتغير وقايل له انت مثلا انت اكس بيساوي 100 مثلا، نيم string name equal double quotation ايمن سيد علي، وقفلت بالسيمي كولون. في الحالة دي انت عملت حاجة او assigned value على الفاريبل وبقى اسمها literals للفاريبل بتاعك. طيب ايه انواع الليترالز عندنا؟ في السي شارب كذا نوع. اول نوع النيوميريك ليترالز، بعد كده البوليان، بعد كده الكاركتر. طب النيوميريك منقسم لجزئين، الانتجر والفلوتنج بوينت. زي ما احنا كنا شفنا قبل كده، قلنا ان الارقام عامه في المجمل يا اما رقم صحيح يا اما رقم عشري. طيب الرقم الصحيح اللي هو الانتجر، الرقم العشري اللي هو الفلوتنج بوينت، ايا كان بقى دبل ديسيمال فلوت ايا كان بقى. طيب البوليان ليترال اللي هي القيمة اللي تحتمل أو لأ، true or false. كاركتر ليترال اللي هي التشار أو السترينج، اللي هو يا إما تعرف تشار variable من النوع تشار يا إما variable من النوع string. As you can see above in the above image, the literals broadly classified into the following categories. عامة احنا كسي شارب دي الأشهر كاتيجوريز احنا عملناها أو موجودة عندنا في السي شارب للليترالز. يا إما عندك الانتجرز، يا إما الفلوتنج بوينت، يا إما عندك كاركتر، يا إما عندك سترينج أو بوليان. وفي برضو الباينري ليترال. ان شاء الله هنتعرف على الباينري برضو في نفس السيشن قدام ان شاء الله، في السيشن اللي قدام. بس هو برضو ممكن نضيف برضو الباينري معانا في الحتة دي.